ايوه، زمان كان في برضو اشباه الفنانين زي دلوقتي كده، زي الترندات بتاعت شبيه الفنان الفلاني وشبيه فلان. ده بقى كارثة، ده شبهه بالظبط تقريبا زي ما انت شفت على الكفر كده، لكن كان ليه قصة كبيرة جدا ومذهلة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك وتعمل شير. الشخص بقى اللي قدامك ده في الكفر او اللي انت شايفه دلوقتي اسمه محمد كامل حرب. شبه كبير جدا بينه وبين عبد الحليم حافظ طبعا، بس مش الشبه بس هو الحاجة الوحيدة اللي بينهم في الشكل، لا ده مواليد نفس السنة وما اتجوزش برضه زي عبد الحليم. هو شبهه في الحياة برضه كمان، خلي بالك، في نفس سنه وما اتجوزش. طب بداية معرفته بقى بعبد الحليم حافظ شخصيا ايه، لان هو كان يعرف عبد الحليم حافظ شخصيا يعني. سنة 59 المواطن محمد كامل كان مجند في مصلحة السجون، وكان هناك جنبهم دار مناسبات تبع طبعا التجنيد. المصلحة بقى بتاعة دار السجون أقامت حفل ترفيهي للمساجين ودعت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عشان يغني هناك. استدعاه بقى قائد السرية. مين قائد السرية؟ أحمد شوقي، اللي هو الأخ التوأم لفريد شوقي. اتكلمنا طبعا وقلنا إن فريد شوقي ليه أخ توأم ظابط. المهم الظابط ده استدعى أخينا محمد كامل ده عشان لما عبد الحليم يجي يقول له بص بقى ده في واحد شبهك جدا عندنا اهو. فقدموا للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ وبص له كده وهو مذهول وفي دهشه جامده جدا. فعبد الحليم حافظ سلم عليه وقال له يا ده انت شبهي بالظبط. وبدا يساله بقى وقتها طب انت بلدك ايه؟ ايه الهوايات بتاعتك؟ ولما عرف كمان ان هو ضمن فريق الموسيقى قال نعم ده انت شبهي كمان حتى في حبك للمزيكا. وبدا يشجعه عبد الحليم حافظ ان هو يستمر بقى في الموسيقى وكمان يغني. عبد الحليم حافظ برضه اداله 10 جنيه وقال له اتصل بيا في اي وقت لو انت احتجتني في اي خدمه. وكمان عبد الحليم طلب من المقدم احمد شوقي انه يديله اجازه، فاداله اجازه لمده نص شهر، ودي كانت مده كبيره يعني. بعد كده انصرف عبد الحليم حافظ، وطبعا المجندين والظباط كلهم استغربوا جدا، افتكروا ان عبد الحليم قريبه او اخوه. فكل الناس حبت هذا الشخص لمجرد ان هو ايه، حسوا ان في صله قرابه. لكن بعد كده قال لهم لا ده مفيش صله قرابه ولا حاجه، ده احنا بس شبه بعض. وحصل موقف يعني حكاه هذا الشخص الجميل وقال ان هو يعني من الذكريات بتاعته ان هو اصيب في حادث ورجله اتكسرت وكان محتاج عملية والا هيفضل عاجز بقية حياته. وكان الموضوع معقد جدا ومبلغ العملية كان باهظ وقتها ممكن تلاقيه 300 400 جنيه يعني. ولكن ده كان رقم كبير جدا وقتها ومش قادر يعمل حاجة بيه، فيعمل ايه؟ ف ما لقاش قدامه غير ان هو يكلم عبد الحليم حافظ ويتصل بيه. اتصل بعبد الحليم حافظ وقال له يعني شوف لي حل وبتاع، فبعت له، مش اتصل بيه يعني اتصال، لا يعني بعت له رسالة بريد. فهو قال لا يمكن هياخد باله منه مش هيفتكر، فكتب له في الرسالة دي انا شبيهك اللي قابلتك قبل كده، وحكى له بقى كل اللي حصل معاه. وبعت له الرسالة دي وقال خلاص شكله نسيني. هوب مرة واحدة يجي واحد البيت عنده يخبط على الراجل ده ويسلمه مبلغ 500 جنيه ويقول له دي من الفنان. فموقف جميل جدا من عبد الحليم حافظ مع واحد انا شايف بقى انه شبهه. يعني سيبك من الناس اللي هي بتتكلم وتقول لك ده شبيه فلان وشبيه علان، دلوقتي الموضوع بقى بايخ قوي وكل واحد ليه 100 شبيه. والشبيه ده دلوقتي حتى بتلاقيه بيحضر العزاء. يعني انا مش فاهم بجد، في شبيه كده يعني مش عارف اقوله ولا يعني يبقى بنتكلم على شخص يعني ممكن ولاده يكونوا سامعين ولا حد يتأثر او يتضايق يعني. بس بجد في حاجة مش مفهومة. يعني ايه انت شبيه الفنان فلان الفلاني فتحضر عزا فنان تاني مات؟ يعني بصفتك ايه؟ طيب العزا حاجة كويسة انك تعزي والكلام ده كله، بس انت يعني جاي عشان في كاميرات اكيد يعني. اصل انت مش هو، مش نفس الشخص. يعني انت مثلا محمد صبحي، انت مش شبيه محمد صبحي، انت مش محمد صبحي، انت شبيهه مثلا يعني. فمش معقولة تتعامل في الحياة على انك انت نفسك بقى محمد صبحي اللي جاي يحضر عزا واحد قريبه مثلا. فكان بصراحة يعني موضوع انا شايفه مستفز جدا. بس شوف زمان الشياكة يعني كان شيء محترم جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة، تفعل الجرس وتقول لنا رأيك.
في الموضوع الشبيه بتاع دلوقتي، وانتظرنا في الحلقات الجاية.